عايزين نبدأ من البداية خالص. ايه بقى البداية مع حضرتك؟ والله هو يعني البداية، يعني عشان برضو الحق يرجع لأصحابه. يعني البداية الفكرة كانت فكرة أستاذ شريف ثروت أخونا الكبير. آه، كنا مع بعض، أنا كنت بعمل كاشير في مطعم وهو كان يعني شريك في المطعم ده، وحصلت مشاكل وخلاص صفوا طلعت بره، يعني التصفية طلعت إن الموضوع انتهى. واخدنا مكان يمكن الناس كلها ليه ذاكرة حلوة كده عند كل الناس في أسوان، اللي هو كان سينما تحت الصداقة. سينما الصداقة، مظبوط. المكان ده كان سبب شهرة الونش كمطعم أصلا، تمام، مع إن أنا ما كنتش أصلا شريك فيه. أنا أخدت جانب تاني كده، إن أنا أساعد بمنتج يفيد الونش بحيث إنه يطلع بجودة أكبر. ففتحت جميل. مخبز للعيش الشامي، لان احنا اول ناس كنا دخلنا سندوتش الطعميه والفول بعيش شامي. كان موجوده بقالها كتير في القاهره، ولكن ما كانش في حد خالص هنا، فكنا بنتعب عشان خاطر نلاقي ليه القصه. العيش. فاخترت جانب ان انا يعني اساعد المطعم بتاعي، يعني اللي هو بتاع توفر الأساس في البداية. نوفر الدنيا دي، تمام. والحمد لله رب العالمين، خدنا فترة يعني هي اللي عملت اسم الونش، هي اللي عملت البذرة بتاعت الونش، وعملت شجر كمان مش بذرة بس. فبقى ليها رصيد عند الناس، بقى ليها الناس بدأت بعد ما حصل يعني حاجة كده تبع التراخيص والحاجات دي، قفل المكان نفسه ففتحنا في فرع تاني. أه، لحد سنة 2018 اتعرض عليا مكان كده في التأمين. حبيت بقى احط، انا يعني مدمن اكل ومدمن معجنات، حبيت احط حاجه تعلي من اسم الونش، يعني بحيث ان انا احط منتجات اكتر. احنا الحمد لله رب العالمين في الفتره اللي احنا اشتغلنا فيها، الحمد لله رب العالمين، يعني اظن احنا اقل الناس، بس اظن ان احنا كنا رقم واحد في الشعبي في اسوان. فعلا. اه، فحبيت ان انا اخش في مجال المعجنات، اسكان بيتزا، اسكان كريب، اسكان مكرونه، يعني الحاجات اللي هي بتلقى رواج عند الشعب الاسواني، أسوان. تمام. غير الفول والطعميه، ودي كانت اصعب حاجه. انا كنت خايف منها علشان خاطر انت رقم واحد في مجال، المفترض الحاجه اللي تحطها لازم تبقى تطلع بيها لفوق، ما تنزلش بيها لتحت، عشان خاطر لو نزلت بيك هي لتحت الموضوع بقى هيبقى الأساس رجعت فيه فمش اه هتبقى